مرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش أصدقائي دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. بعد ما ودعنا الفنانة الراحلة فايزة المحرسي بلوعة وحسرة كبيرة في جنازة مهيبة تعكس حب الناس لها، وشفنا صور مؤلمة جدا لانهيار أصدقائها. فنانة أجمعت الناس الكل على أخلاقها العالية وطيبة قلبها، وإنها كانت تقف مع الناس الكل اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش. خبر وفاتها أصدم الناس الكل وخيم حزن كبير في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعديد التعليقات المؤثرة اللي نقلناهم في فيديوهات سابقة. لكن فيما يخص سبب الوفاة اللي أكدوا الأصدقاء المقربين لها كونه حادث منزلي تعرضت له الفقيدة منذ سنة، هو سبب الوفاة بعد التشخيص الخاطئ للإصابة، وخذت أدوية غالت بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة. صار التشخيص المعمق وتكشفت خطورة الإصابة، لكن للأسف حالتها كانت صعيبة وتوفت. واحنا بدورنا نقلنا التفاصيل هذم بكونها من أصدقائها المقربين ومن مصدر موثوق، لكن في تدخل إذاعي لصديقتها المقربة على إذاعة ديوان أفام صباح اليوم انفات الرواية السابقة الكل، وأكدت أنه فايزة المحرسي أخفت مرضها على الجميع وما حبتش الناس تشفق عليها، وهو أنه فايزة الله يرحمها هي مريضة سرطان عافانا وعافاكم الله، وهذا مؤكد من الطاقم الطبي اللي قاعد يعالج فيها، واكتشفت مرضها من سنة 2017 وقاعدة طول المدة هذه تصارع في المرض. قالت صديقتها أنه معنوياتها مؤخرا طايحة وأيست من الشفاء، وكانت تتودع في الناس وعارفة اللي هي باش تموت. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.